السلام عليكم. محتاج تشتري لابتوب للدراسة أو للشغل ومش عارف تشتري ايه بالظبط؟ وهل فعلا اللاب اللي انت محتاج تشتريه هيأدي الغرض اللي انت محتاجه علشانه؟ ولو انت برضو داخل كلية وبتفكر انك تشتري لابتوب علشان تستخدمه للدراسة، هرشح لك كذا لاب من اللابات الاستيراد في كل فئة سعرية، واقول لك اللابات دي تناسب مين، واغلب اللابات دي هتلاقيها موجودة في السوق. لو بدأنا مثلا من اول 5000 جنيه لحد 8000 جنيه، ممكن انك تجيب ديل لاتيتيود 574. هتلاقي منه نسختين للبروسيسور i5 واي 7 من الجيل السادس، ولو جبت النسخة الاي 5 هتبقى كويسة ومناسبة معاك. واللاب ده هتلاقيه على رامات 8 جيجا واس اس دي 256. وممكن برضو في نفس الفئه السعريه دي انك تجيب اتش بي برو بوكس 640 جي 3. هتلاقيه ببروسيسور كور اي 5 من الجيل السابع وبرامات 8 واس اس دي 256. وممكن برضو في نفس الفئه السعريه دي انك تجيب اتش بي اليت بوك 840 جي 5، وده بيكون ببروسيسور كور اي 5 من الجيل الثامن، وهتلاقيه برامات 8 جيجا واس اس دي 256. اللابات اللي انا قلت عليها دي بتكون جايه بشاشه 14 بوصه ومش موجود عليها كارت شاشه اضافي، وكارت الشاشه الموجود عليها هو كارت الانتل. هتلاقي برضو في رينج السعر من 5000 ل 8000 حاجات بشاشات 15 و6، وبتكون ببروسيسور كور اي 5 من الجيل السادس برامات 8 جيجا واس اس دي 256. ولو احنا بنسال من 5000 ل 8000 الفئه دي هتكون مناسبه لمين؟ الفئه اللي احنا قلنا عليها دي هتناسب اي حد هيشتغل على اللاب شغل مكتبي، بمعنى ان هو هيشتغل على اللاب وورد واكسل او اي شغل اونلاين، وهتبقى مناسبه ليك لو انت داخل حقوق او تجاره او اي كليه تانية مش هيبقى محتاج فيها ان هو يشتغل على اللاب شغل تصميمات. وفي الفئه دي كمان من 5000 ل 8000 تقدر انك تجيب لاب تتعلم عليه برمجه. اهم حاجه انك تجيب لاب البروسيسور بتاعه يكون اتش كيو، وتحاول انك تجيب اعلى جيل من البروسيسور في الفئه دي. هنروح على فئه اعلى شويه في اللابات الاستيراد، واللي انا شايفها بالنسبه لي فئه متوسطه، واللي هي من 9000 ل 15000. ولو بدانا من رينج 9000 ممكن تجيب ديل لاتيتيود 5570 ببروسيسور كور اي 7 من الجيل السادس اتش كيو برامات 8 جيجا واس اس دي 256، وموجود عليه كارت شاشه اضافي 2 جيجا اي ام دي. او ممكن تجيب ديل لاتيتيود 5580، ده هتلاقيه ببروسيسور كور اي 7 من الجيل السابع برامات 8 جيجا واس اس دي 256، وعليه كارت شاشه انفيديا 2 جيجا. وممكن بعد كده انك تجيب اتش بي زد بوك جي 3، وده هتلاقيه ببروسيسور كور اي 7 من الجيل السادس اتش كيو برامات 8 جيجا واس اس دي 256، وعليه كارت شاشه اضافي 2 جيجا اي ام دي. ونفس موديل اللاب بالبروسيسور على رامات 16 واس اس دي 512 على كارت شاشه 4 جيجا، هتلاقيه في رينج 14000. اما النسخه ال 2 جيجا برامات 8 واس اس دي 256 في رينج 11000. وهتلاقي برضو في نفس الفئه دي ديل بريسيشن 7520 ببروسيسور كور اي 7 من الجيل السادس اتش كيو رامات 16 جيجا واس اس دي 512، وعليه كارت شاشه انفيديا 4 جيجا. والفئه السعريه دي مناسبه للي بيدور على لاب للبرمجه او التصميمات او المونتاج، او حتى لاب محتاجه للالعاب. وانت لو داخل او في كليه زي هندسه او حاسبات ومعلومات هتحتاج لاب من اللابات دول او اي لاب مماثل ليهم. هنيجي بعد كده الفئه سعريه تقريبا اللي بيدور فيها ان هو يشتري لابتوب بيبقى عارف هو بيشتري ايه ومحتاجه ليه بالظبط، ودي الفئه اللي فوق ال 15000 جنيه. ودي لما ناخدها بالترتيب هتلاقي اتش بي زد بوك جي 4، وبعد كده ديل بريسيشن 7530، وبيجي بعد كده ديل بريسيشن 5520، واللي بعده ديل بريسيشن 5530، وبعد كده بيجي في الاخر اتش بي زد بوك جي 5 واللي بينتهي في رينج ال 20000. والموديلات دي من افضل الموديلات الموجوده في الفئه السعريه دي من 15 ل 20000. والفئه دي مناسبه جدا للشغل التقيل من المونتاج والتصميمات والبرمجه، او انك محتاج لاب للالعاب يكون معادل للابات الجيمنج. برضو في حاجه عايز اقول لك عليها، لو انت لسه بتبدا انك تتعلم برمجه، اي لاب هيشتغل معاك ويندوز 10 بسلاسه هيبقى كويس معاك، ومش محتاج انك تكلف نفسك في الاول. وبلاش تخلي واحد صاحبك يرشح لك لابتوب لمجرد انه عنده لابتوب في البيت، لان خبرته ممكن تبقى قليله بحاجه زي كده. لو انت ما بتفكرش انك تجيب لاب استيراد وبتفكر انك تجيب لاب جديد، هتلاقي حاجات من رينج ال 10000 ل 15000 تشتغل معاك شغل مكتبي، ومن رينج ال 15 لحد 20 هتلاقي حاجات تشتغل عليها تصميمات خفيفه. لو انت محتاج انك تجيب لاب جديد وتشتغل عليه شغل تقيل هتلاقي حاجات فيما فوق ال 20. انا مركزتش ان انا اقول لك على موديلات او لابات معينه انك تشتريها في اللابات الجديده، ممكن تشوف ايه اللاب المناسب ليك والمواصفات المناسبه ليك وتشوف مراجعه ليه قبل ما تشتريه. وحتى لو بتشتري لاب استيراد حاول انك تشوف مراجعه لللاب قبل ما تشتريه. خد بالك برضو ان انا ما بحبش اطول في الكلام علشان الكلام ما يبقاش على الفاضي، وممكن اقول لك على اي كلام ويبقى حشو وخلاص وامد في وقت الحلقه زي ما اغلب الناس بتعمل. وفي النهايه اتمنى الحلقه تكون عجبتك، وما تنساش اللايك والسبسكرايب، ولو عندك اي سؤال سيبه في التعليقات، وهتلاقي لينك الانستجرام في الديسكريبشن لو حابب تتواصل هناك.